النهاردة هنعمل وصفة خطيرة جدا طعمها لذيذ. مكرونة بالحليب بطبقة كريمية ناعمة، واخر طبقة كراميل طعمه خطير. شكلها بسيط لكن طعمها مختلف تماما عن اي مكرونة عملناها قبل كده. تابعي معايا للاخر عشان تعرفي كل التفاصيل. قبل ما ندخل بقى على الوصفة، انا سارة احمد. لو اول مرة تشوفيني متنسيش تشتركي في القناة وتعملي لايك وشير لاصحابك، وتكتبي لي رايك في الكومنتات، وتكتبي تتابعيني منين. شايفين شكلها خطير، ما تحسش ان دي مكرونه خالص. يلا بقى نشوف جهزناها ازاي. اول حاجه جبت كوبايتين من المكرونه، اي مكرونه عندك. نزلت كده بكوبايتين، ولازم ننزل عليها بمعلقه من السكر، ده السر بتاعها. انزلي بمعلقه كده كبيره من السكر، تديها تسكيره وطعم خطير. اول ما خلاص كده استوت معانا، انا بغسل المكرونه. في ناس ما بتغسلهاش بس انا لازم اغسلها كويس جدا. وبعد ما غسلتها صفيها، اتاكد كده تماما ان هي اتصفت من الميه. برفعها بقى على النار، وكوبايتين لبن بس، متخيلين؟ جبت كوبايتين من اللبن ونزلت بكوبايتين من المكرونة، ونسيبهم بقى يغلوا مع بعض. ونزلت بنص كوباية من السكر، ونقلبهم ونجهز بقى ايه الخليط النشا مع الكريمة. دي نص كوباية من النشا، ومعلقتين كبار من الكريم شانتيه، ونقلبهم كويس. واول ما الخليط يغلى، او خليط ايه اول ما المكرونه تغلي بنقوم نازلين عليها. شايفين القوام بدأ يتقل ازاي؟ ما تسيبيش، متوقفيش تقليب. انا هنا مرضتش اعمل قطوه ولا اي حاجه، عشان ايه؟ تشوف انا فضلت اقلب فيها ازاي. تفضلوا تقلبوا فيها تنزليش يا لحد ما زينة بقى، عيب لك القوام يتقل التليفون تقعد خلاص. عليه. نجيب اي صينيه عندك، انا عملت فيها بصينيه بايركس، وامسحي بقى الطروق. ونزلت بمعلقه من القشطه، وندخلها تحت الشوايه تاخد لون. شايفين السرعه؟ رجعتها تاني كده خلاص اخدت لون. نسيبها بقى على جنب تبرد. وننزل بقى بنص كوبايه من الكريم شانتيه ونص كوبايه من الميه، وفيها قطعه تلج عشان تبقى متلجه. نضربهم بقى، نفضل بقى نضرب فيه لحد ما يضرب والقوام يتقل. ممكن هنا على فكره تضيف قطع من افضلي سوي بقى بيها كده بالسباتولا لحد لما تتساوى. اكتبولي في الكومنتات عايزين ايه الوصفه الجايه، شاركوني برايكم. هنا انا بسيب المسطره دي اللي بسوي بيها الكريمه دايما. سويت الكريمه، بقيت اخدها اغسلها تحت الحنفيه وارجعها تاني عشان ايه؟ تبقى ملساء كده. كده خلاص بقى ننزل عليها بقى بصوص الكراميل. شايفين الطبقات؟ ننزل بقى عليها بصوص الكراميل. مش عارفه، خلاص بقى ننزل بقى بصوص الكراميل. ننزل بقى بصوص الكراميل او اي صوص انت بتفضليه. ممكن على فكره نستكفي بيها كده عادي، بس الكراميل مخلي طعمها خطير. وبعد كده دخليها التلاجة. انا مدخلتهاش التلاجة عشان كنت مستعجله وكده، فبس نسيب بقى شويه في التلاجة تتماسك. شايفين؟ دي حاجه تشرفك قدام ضيوفك بطريقه مبتكره وجديده ومحدش عملها قبل كده. نقطعها بقى. دي اللحظه الحاسمه بقى ان احنا ندوق.
خطيرة. نزود بقى صوص، انا بحب الصوص الكراميل ده جدا. وبألف هنا على قلبكم كلكم ان شاء الله. خطيرة. كده الفيديو خلاص خلص. مع السلامة.